من بين الكيكات المنعشة والصيفية اللي كتجي ممتازة في هذا الصيف، الكاك ديال بالكريمات ديال الليمون الحامض او بالكريمه ديال السيترون كتجي ممتازه جدا. تفضلوا معايا نشوفوا المقادير ونشوفوا الطريقه باش غادي نصاوب هذه الحلوه ديالنا ديال اليوم اللي كتكون سهله في الاستعمال ولذيذه بزاف، رائعه في المذاق. تفضلوا معايا نشوفوا الطريقه باش غادي نصاوبها. اول عمليه كنقوم بها في واحد الخلاط كهربائي، غادي ناخذ 4 ديال البيضات. خديت البيضه الاولى، غادي نضيف البيضه الثانيه والثالثه ثم البيضه الرابعه. غادي نضيف ايضا واحد الكأس ديال السكر حبيبات، وهذا غادي نضيفه. ايضا غادي نضيف كأس غير مملوء ديال الزيت نباتيه او كأس لاروب، قبصه من الملح، واحد الياغورت بالنكهه ديال الفانيلا. ايضا غادي نكهه بالقليل من القشره ديال الحامض، انا هنا كنكون وضعها في المجمد، وايضا العصير تقريبا ديال نصف حامضه ايضا كان عندي في المجمد، اللي بغى يستعمل ويكون طري يمكن له. كنضيفهم باش نعزز المذاق وايضا نخرج هذيك اللذه ديال الليمون الحامض سواء في الكاك سواء في الحشوه. خلطت الكل مزيان، غادي نخلط كل شيء مزيان في الخلاط الكهربائي. اللي بغى يستعمل البغا ميكسور ولا يستعمل غير الخلاط اليدوي يمكن له. في واحد الاناء غادي نوضع كلهم هاد الخليط. بالنسبه للدقيق غادي نخلطو غير بالخلاط اليدوي. غادي نبقى نضيف في الدقيق بالتدريج تقريبا 3 الكؤوس ديال الدقيق، غادي ندير 2 كيسان نخلط، عاد لي نبقى نضيف في الكاس الثالث بالتدريج حتى تبان ليا صافي راه الكاك ديالي راه تجمع. انا كنضيف في الدقيق وانا كنخلط بين 2 كيسان ونصف حتى ل3 ديال الكؤوس هو اللي تهز لينا هاد الكيكه. ايضا غادي نضيف واحد الكيس من الخميره الكيماويه من فئه 8 غرام ونخلط كل شيء. دائما كنخليو هذاك الكيس ديال الخميره حتى الاخير باش كتجي منتفخه معنا الكاك وتجي طالعه معنا مزيان. من بعد ما نخلط كل الخليط نوضعه على جنب، ناخذ واحد المول اللي كيدخل الفران. بالنسبه للمول كنتخيروا كل واحد غادي يتخير في المول اللي كيناسبه، ولكن بما انني غادي نعمر هاد الكيكه فانا تخيرت في هاد المول كيقولوا له المول العجيب. غادي ندهنوه بالزيت نغبروا بالدقيق، عاد لي نفرغ فيه الكاك بالكامل وندخلو للفران على 180 درجه. ندير العافيه فقط غير من الاسفل حتى تبان ليا راه انتفخات مزيان بلا ما نفتح الفران حتى تنتفخ معايا الكاك مزيان. عاد لي ندير ليه العافيه من الفوق. في المقابل غادي ناخذ واحد الكاسرونه نوضع فيها واحد الكاس ديال العصير الحامض. هاد الكاك تتجي منعشه وكتجي محمضه. نضيف معلقه ديال النشا وايضا 2 معالق ديال السكر حبيبات، السكر على حسب الذوق، اللي بغى يضيف حتى كتر. ثم غادي نضيف القليل من النكهه ديال الليمون الحامض باش نعزز المذاق وايضا باش نخرج اللون ديال الليمون الحامض ديال السيترون. نبقى نستمر في التحريك، هذاك النشا هو اللي كيجمع لينا هاد الكريمه باش كنحصلوا عليها كريميه. غادي نبقى مستمره في التحريك وهي كتعقد معنا. كيف ما لاحظتوا معايا العافيه شاعله وانا بالاستعانه بواحد الملعقه خشبيه كنبقى مستمره في التحريك حتى كتبان ليا عقادت. عاد لي كنضيف واحد راس معلقه ديال الزبده، يستحسن تكون الزبده مزيانه، زبده حيوانيه، وكنبقى نخلط حتى تذوب معايا ديك الزبيده. صافي ها الكريمه ديالي راها واجده. من بعد ما طاب الكاك خرجته من الفران غادي نقلبه في الطبق ديال التقديم. هذا هو الشكل ديالو كيجي محفر في الوسط. هذيك الحفره اللي في الوسط هي اللي غادي نعمر بالكريمه ديال السيترون، كتجي من اروع ما يكون كتحليه ولا كاك ولا كتجي ممتازه جدا. بهذه الطريقه ما بقى ليا الا نزينها بعريشات ديال النعناع وايضا واحد دائره من الليمون الحامض. هذا هو الشكل ديالها علاش كنحصلوه هو هذا. وبالصحه والراحه كنقدمها حتى كتبرد، عاد لي كنقدمها بالصحه والراحه كتجي ممتازه. وشكرا.